سامحونا ازعجناكم على الفطور. ها شني تبيش تقول لي حتى تفضل يا سيدي شاهي بس. شني هذا خيركم ما عندكم سكر ولا شني؟ اسمع، أنا في العادة مواضيع زي هذه ما بطلعهاش بروحي، يمشوا الشباب ويهنوا فيا، لكن لقيت روحي فاضي شوية كي قلت خل مر عليك نقول لك كلمتين. أحسن إني يخصني، فاني ما نحبش حد يقرب حاجة تخصني. تعرف اللي يقرب حاجة تخصني شنو يصير له؟ ولا مش لازم نقول لك تعرف بروحك؟ أحسن مالكش علاقة بيه ولا بيخوه اللي فكرت تمشي للمستشفى وتقتله. اسمع يا مدام، عدلي راجلك، خير ما نجيك المرة الجاية ونجيب لك هدية معي، نجيب لك كفنة. تشاو. وقلت له والله يرحمه. يا سيدي قول تم، لكن كان فت الساعتين ب5 دقايق. قول خوك حسين الله يرحمه، وبعدين بتفضلنا وبتم اللي نبوه منك كله. تم. خلاص مش ضميناك لينا، عرفنا انك انت يا سيدي اللي وريتنا مكان حسين وخليناك من تريسنا في المنطقة. شيني انت ما تشبعش من الفلوس ولا شيني؟ الفلوس وسخ دنيا يا كاب، لكن مرات الوسخ ينظف. انا المرة دي نبي ننظف ونخلص لكن بموضوع تاني. انا سمعت المكالمة اللي صارت تو، وعرفت ان حسن كان ما رجعش بعد ساعتين، وجد ساعتين و5 دقايق. نبينا اللي راح الخول يا ربي. يعني خاطري نعرف شنو الغل اللي بينك وبينه بس. احنا الدريات عندنا حق الطبقي من الطوال، ما نحبهمش. هذا الجنان ماشي ورا عادل بشرعه. منعم. كان تقول لي شنو تبي مني، بس كل يوم طلع لي برقم جديد يا كلامي وقلته لك. فوتني يا رجل. حلوة، عجبتني، لكن تعرف لو كان قالها حد تاني راهو زعلت منه، لكن منك انت عادي مقبولة. فكرت في اللي طلبناه منك ولا قاعد مسكر راسك؟ برا اشوف لك دكتور بتاع حنجرة واذن، لأن صوتك رامض وودنك ما تخدمش. نعاود نقولها لك للمرة التريليون، أنا ما نخدمش عين تحت. نقول لك حاجة باش نوفر عليك مكالمة غدوة وبعد غدوة وبعد. لا لا لا، ما فيك متصل. كان بودي نقول لك براحتك ويتم الموضوع، لكن الباين انت اللي بتكلمني على كل الارقام اللي كلمتك منهم قبل. ايه حقه ما قلت لكش. اليوم قريب اتصلت بيك وقلت لك عظم الله اجرك في اخوك حسين. خير اخوي حسين. قلت خلي نسرعوا الاحداث شويه، مش معقوله تكون ما استحشتش حسين لتوا. اسمع سلم ولدي، قدامك 3 ايام، وافقت على كل شيء اعتبر الموضوع تم، وتو يتبناه واحد تاني. اصلا الولد هذا كان المفروض يموت على كل الاحوال. قلت لا وبتسكر راسك زي عوايدك، المساجين اللي معاك في السجن كلهم بتولي انت اللي قتلهم، وكل يوم تفيق تلقى جثة جديدة في جنبك. ومش بعيد نبدو بسينيزي صاحبك. هي حقه ما قلتليش شن صار فيه بعد الضربة اللي خداها. هاي امالها توا نخليك، والمكالمة الجاية ناخد فيها الرد. واضح واضح. تبوني فيه. يس.
اهلا اهلا اهلا. انا قلت طالما قاعد ما تبيش ترضى علينا، خلي نجيبوا لك من يخليك ترضى وتوافق. شم فيها؟ اني راهو بالي واسع، لكن مش هلبة راهو ومش ديما. تعرف عندي فصلات ما نحكي لكش بكره. وين هو اخوي حسن؟ فاق ولا؟ تسمع في صوت الاجهزه ولا؟ تعرف في ودني نحس فيها زي الموسيقى، مو الصوت هذا هو اللي بيجيبك. قول لي بسرعه، فاق اخوي حسن؟ أنا مانيش عارف عاد خوك كم تبي فيك، هذا عليك أنت. تبيه فيك من غدوة ما فيش مشكلة، بتقول لا بيفيق يوم الحساب في الآخرة. انت ما دخلاش خوي الموضوع كما يعني انت. شوف يا باشا، حياة خوك بين يدي، بتقول باهي بنرجع للحياة، بتقول لا معناها دليفري طول لي واحدة من الجبابين. اعتبرني معك. أيوة هيك تمام. شوف يا زعيم، تواني بنجربك في خدمة صغيرة، مشيت فيها تمام معناها بنمشوا للي بعدها بتكون أكبر وأهم شوية. شم فيها؟ في ولاد صغير كيف جابوه معاكم غادي، نبوا صفوه باش ما يحكيش كلام مفروض ما ينحكاش. الولد شنو اسمه؟ الولاد اسمه منير. فات ربع ساعة على الساعتين. قصدك انت صدقت انه بيولي؟ يا كاب هذا ولد شهري ونعرف جو دعايات اللي يجوا فيه هم بيسي اكشن بالسرعة، حنية ودراما ما عندهاش فيهم. هم مشيت في القص بجرد هاو بيلحق خوه. يا كابو انا راهو كنت طامع في دقيقة فوق الساعتين، تو ولوا ربع ساعة، معناها فريتنا قاعدة تجري ما كرتتش. ورحمة المراحيم بالله عليك يا كابو قول لي مكان حسين وين؟ تفضل. رد الدنيا كيف تدور. جاي اليوم تبي تسجل فيه على الكسور زي ما حطوا كتب على اليمن انت واخوه. جاي اليوم نحرق قلبك. لا لا كلك على بعضك. مين اللي سمح لك؟ نسيتي روحك ولا شني؟ بالك حسابي بنمشيها لك عادي. أنا خلاص تعبت وفديت. معقولة ما عندكش ذرة إنسانية؟ ما ترحمش امرأة كبيرة مقعدة على الكرسي؟ يعني أنا تو بخاف منك. انت مازال ما خفتيش قصدك هو. خوف على خوف يفرق يا جمال، لكل شيء حدود. انت قلبك تعبى غل وشر وفات فوق الحدود. أنا عندي مهمة جاي بنعداها، وممكن غدوة بعد غدوة يجي أي واحد تاني في مكاني، وما تعرفيش مرات يكون أوعر مني بهالبا. أنا اللي هامني نأدي اللي مطلوب مني على أحسن وجه، وكل شيء بحسابه وكل شيء ليه حوافظه. أنا اليوم قلبي وجعني،
كبدي اتقطعت لما نشوف أطفال الأورام كل يوم يموتوا واحد ورا واحد، والدواء يا جمال ما جابش نتيجة. شوفهم كويس، قلبك يحن عليهم شوية. مساكين والله، اللي يسمعك يقول ملاك رحمة نازل من السماء، ما يقولش انك انت اصلا اللي جبتي اخبار رؤوف من وسط حوشه. تم الموضوع ولا مازال بتقول لي ضميري وعقلي وراسي والكلام الفاضي اللي تقول فيه؟ الجرعات اللي طلبتها غيرناها وبعد ساعة تكون عندك. ايه هيك تعجبني، بعدين خليك متضايق انت رو صاير لك زي اللي وسع نشاطه، كان يخنب شويه ولا يخنب اكثر. تبايش ندم بالصغار والكبار اللي ياخذوا في الجرعة كأنهم ياخذوا في مية. وخيرها المية، حتى المية فيها فايدة. انت ما تقراش في النت شو. لا انت راه المفروض تثقف روحك شوية. والله اللي نديره في الحرام. انا وعندي لك حل بسيط وسريع، توا بتاخذ فليساتك بتاع الجرعات وتتوكل طول للعمرة، تستغفر ربك وتكفر على ذنوبك. هذا الحل اللي عندك. هاي تفضل توا اطلع برا، استنى الجرعة متاعك، عندي مكالمة مهمة بنديرها. الدبل كليك اللي خديتهم في الشارع قدام سليمان والحتة كل ملاحة. أقل شيء ضربتني أنت، اسمك راجل، ما ضربتنيش واحدة. ولا أنت مش راجل. وزن كلامك خير ما ندير لك مضيف كان نحملك لسانك مع خشمك، واضح؟ والمرجلة هذه ما راناهاش لما ضرباتك بالشنطة على وجهك. ايه عادي، على الأقل أنا خديت حقي. حقا ما قلنا لك إيش؟ مش تشيت النار في حسين. حرقته وقاعد نستنى في خوه حسن مسكين، كيف بيتوجع قلبه على خوه. عندك علم إن مرة يسخفوا فيا. قصدك فتح حسن. خيره وجهك ولا شني؟ تبيع صاحبك وتزعل على اخوه؟ يعني ما عادش فهمتكم بصراحه. الواحد فيكم طيب لئيم خبيث، ما فهمت شيء. قصدي ما كانش توصل إن تقتلوا حسين، قصدي راهو حسين عكس حسن. وانت تو اللي بتوريني منه عكس منه. يا كبر هذا خايف من حسن ترى، شوف وجهه كيف ولا لونه مار. احنا هنا بين شجر وجو جميل، حسن بين الحيوط ترى. اما لا خذوا البشاره هذه، احسن نطلع من الحبس. تفكني منك يا راجل، اللي صار تو. حضرتك مش وعدتني تحميني؟ والله لو طاح فيك احسن، انت واعمال السنه. هيا تو الكلام هذا مش وقته، ما زال بكري عليه. هيا توكل انت وياه، ما بيش احسن يعرف شيء توا، توكل. مكتوب أنا نخدم مع صغار ولا مع كبار، مش تفهمنا بان ندير كل شيء. تلقوا أنا حاضر، وانا دماغي قال لي هيك. لازم تعرف يا سي حسن ان مش كل شيء بتقوله بنفذه لك. انت راك في حضرتي انا، يعني تسمع اللي نقوله لك وتنفذه بس. يا جيب مش أنا اللي نسمع وننفذ ونسكت. نقدر ما نخدمش معاك من الأول ونقول لك لا. تقول لا تخسر كل شيء. خلينا من الفاتشة. عادل والهاكر وين؟ بدك تحسبني بابلو اسكوبار. أنا اسمي حسن مصباح. حتى يوم قتلت شخص قتل لي أمي، مش ماشي ونقتل في الناس في الشارع. وبحتالي من لقيته للشخص هذا تبوني نقتل له. هذا رجل نظيف خاف ربي ويخدم صح، هو اللي قايم الحبس على راسه. ولينا قايمها، هذا ليش نبغى نقتلوه؟ احنا ما نبوش حد قايمها الا احنا وبس. شكون انتوا يا بعتليش نتبوا منها البلاد هي، تبوها سلاطة وخاشة في الحياة.
في ناس عايشة معانا ملهاش علاقة بشيء يا رجل، شن ذنبهم؟ ذنبهم ان امهاتهم جابوهم هني، علاش ما طلعوش برا وجابوهم برا؟ ضحك والله. علاش انتم ما تطلعوش برا؟ هذه بلادهم هم، ارضهم، رزقهم، ماليهم، عياشهم. جي انت تقول يمشوا يعيشوا برا؟ دي ياسر يا رجل، عيدت الناس تبي ترقد زي الناس يا رجل، وما تخافش من الغدوة اللي جاي. نطلع برا ده بعدك. اسمعني زين، ارجع انت وياه. أنا راهو ممكن نخليك تتكلم وتعبر على شعورك زي ما تبي، لكن راهو مش ممكن نخليك تفرض علي شيء. انت تنفذ اللي نقول لك عليه وبس، والا تلقى راس خوك معلق في واحده من هالشجرات. اسمع، بدي اللي نقول لك عليه تولي راجل باهي وكويس، بدي روحك بطل، بتجيب اخرتك. ان شاء الله غير عجبك الجو يحسن. الجو زي الحبس، غير هنا حبس مشجر وفيه لون وحركات، وتخش وتطلع زي ما انت تبي، لكن مفروض عليك حاجات لازم تديرهم، وكان ما درتهماش عقوبتك في الزايد. لكن الحبس الحقاني اللي انا كنت فيه فسط ناس ملاح وناس غالطة وناس لا، كلهم يحبوا بعضهم في الضيق ويكرهوا بعضهم في الوسعة، لكن يقضوا في عقوبتهم مع بعض، مش زي عقوبتكم انتوا بالإكراه. كلامك مؤثر هلبة يا حسن. تعرف انت مفروض تولي مسؤول كبير في البلاد. ما بعد هالبلاد قداش تعاني، أكبر مني ومنك، وباش نولوا فيها مسؤولين هدي تبي هلبة. وخليك على يقين هيجي يوم وتتصلح، مش اليوم غدوة. غدوة امتى زعما الساعة كم؟ اسمع، نبيك تركز معي في عملية جديدة، في واحد انت تعرفه كويس، قدرنا شوية، نبوك تصفيه. الواحد هذا هو. تعرف يا كابو بالساعة حسين ورجعته لك، اديتها ورديتها لك انت وكيف ما تبي تو، ولا الاول ولا خير ليك. ديما نقول لك فا وانت لكن مش تعرف بالساعة وتم الموضوع. مشكلتك يا عادل انك مش مستوعب مع من قاعد تلعب، ومش عارف ان احنا عارفين كل شيء. تاخذ حسين من مراد وترفع لي نجاة، وتاخذ فلوس مني. أنا غير كان نعرف هالفلوس اللي تاخذ فيها باش بتدير بيهم، بس مش كان خديت بيهم عقل واحد يفهم خير من هالعقل اللي عندك. أنا مش عارف، مصر أنت ديما تقعد زي ما أنت. انا يا كابو ما نبيكش تفهمني غلط، لا نجاة قست ونقبت معاها، عرفت شميتها وين تصب، كنت نجيبها لك مكتفه زي اللي قبلها، انت تعرفني انا شيني معاك. حتى حسين شبحت الموضوع قدامك، ما تفهمنيش غلط، راه قصدي ما في شيء، راه انا معاك وانت وبس، راه معاك مش ضدك. ما تخافش أنا مش حندير لك شيء، لكن في واحد تاني هو اللي قاعد يستنى فيك. تاني ان شاء الله مش لبالي بس يا كابو. عرفت توا يا حبيبنا، بتنفذ اللي اتفقنا عليه. لفندي فايق، عندك 10 ساعات وتجيب لي الخبر صوت وصورة. كأنك تدوي على أرنب ما تدويش على ضابط شرطة. و10 ساعات تمام يا ودي، نقولوا درنا اللي انت تبيه. خوي حسين كيف يصير فيه؟ أنا أعطيتك كلمة أكيد طبعا. يعني تفاهمنا. متفقين. إيه لكن في حاجة يا حسون، نبيك ديما تحط صورة خوك حسين قدامك، بتدير حركة هيك والله هيك معناها الخيط بخوك. يا ودي ما دام فيها اخوي حسين اعتبر اللي تبيه كلها تنفذ. تمي جاي.
أهلا 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 بالأستاذة أسماء. ترجعي لي، هذا أنت اللي نحسابك عاقلة وفاهمة. الولد ماليش علاقة بالموضوع، أنا خديته بالردة لأبوه، وأنت تعرف الشيء هذا كويس، وتعرفني مستحيل أنا نضره. الولد ماليش يدم في الموضوع اللي بيني وبينك يا جمال. تتمرج على ولد صغير ولا خايف من بوه؟ جاي على ولد صغير ودير في روحك راجل. هي زيد اشبح لي، زيد اشبح لي، زيد ازمت في ريقك. مش قادر تدوي طبعا، يعني كلام الحق وجاع. لا أنت فتي حدودك هلبة. أنت نسيت روحك ولا شنو؟ كيف تشدنك؟ ايه نسيت روحي، نسيت لمن وافقت نخدم معكم، ونسيت اني نوافق نطلع من الحبس على خاطر باش نشوف اخوي، وهذا كله على مصلحة البلاد. لكن نسيت اني انا واخوي وانت واي واحد في المكان هذا بيجي يوم وبيمشي، وبتقعد البلاد والتاريخ اللي يسجل، ومش هيسجل علي انك انت تضرب المرأة قدامي. خليك أحسن. شوية أحسن، اللي تبيه أنا ندير. تربح يا أحسن، غصباني. أنا نعطيك اللي تبيه، كل شيء مستعد نطلعك برا، نطلعك أنت أخوك حسين، تعيش وعيش دغغة. فوت هالبلاد هي، شو ندور فيها؟ نطلعك برا أنا. شو ندور فيها؟ كأنك تدوي على دار النوم جاي ترقد فيها. انت تحكي على بلاد، انت تحكي على وطن وتراب، انت ما تحكيش على حاجة سهلة. يا انتم حسن مشكلتكم لما تجوعوا تجوعوا، ولما تشبعوا تسبوها، لكن احنا قاعدين فيها وبنحاموا عليها. راهو يا حسن حتى يوم اللي نمشي هنا بيجي غيري وغيري بيجي غيره، راهو موضوع كبير هلبة. عادي، حتى موضوع كبير، حتى احنا كان مشينا في غيرنا وغيرنا في غيرهم. انتوا تعالوا واحنا ندافعوا عليها. مشكلتك يا حسن انك تحسب روحك فاهم كل شيء، راهو في هلبة مواضيع راك مش فاهمها يا حسن. انت حتى يوم اللي درت قدر لواحد، درت لي واحد من جماعتنا، واحد من تريسنا، كل يوم تصبح عليه وتبوس له في راسه. عمك هارون هذاك كان اكبر راس من الروس اللي معانا، يوم اللي قال لا حطيناه في الحبس. اعقل يا حسن. اسكت. سلم استغشي ايدك بيه، هذا موضوع عندي انا، بدي اشوف اخوك حسين. سلم اطلع. تقدر تقول نتورثوا فيها من جيل لجيل.